ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا اسمي حسام هاني وانا بساعد لعيبه كره القدم انها تطور مستواها في كل جوانب اللعبه، سواء كنترول، مهاره او قوه تحمل، بس من البيت. لعيبه كتير عشان تطور الفتنس بتاعها وعشان ما تتعبش في الماتش بسرعه بتقعد تعزق بقى وتجري كتير وتروح تتمرن في رمل، وفي الاخر برضه مش بيوصل للمستوى اللي هو عايزه من الفتنس. وقت الماتش بيتعب بسرعه وده بيخليه مش قادر يركز في الماتش وبيتخلص من الكوره بسرعه. وانا جاي اقول لك عشان تطور الفتنس بتاعك لازم تعمل تمرين يحاكي مجهود ماتش بتاع كره القدم، يعني بيشغل جسمك كله، لانك حرفيا في ماتش كره القدم بتشغل عضلات جسمك كلها، بتخبط بقى وبتقع وبتشوط وبتنط وبتزعق. والجري كتير والتمرين في الرمل بيساعد شويه بس مش بيحاكي نفس مجهود ماتش كره القدم، لانه مش بيشغل عضلات جسمك كلها. من فتره كده حد كلمني على الفيسبوك وكان عنده مشكله ان هو مجهوده قليل في كره القدم، وبعت لي فيديوهات ليه، والولد مستواه كويس جدا بس مشكلته الوحيده ان هو مجهوده قليل. ساعتها قلت له انت بتعمل ايه عشان تحل المشكله دي؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني ايه التمرين البدني او التمارين عامه اللي انت بتعملها عشان تتغلب على المشكله دي. ساعتها قال لي انا كنت بتمرن مع حد برايفت، كانت معظم التمارين ان احنا بنجري كتير وساعات بنروح ميدان الرمل مره واحده في الاسبوع، بس برضه كان مجهودي قليل في الماتشات. ساعتها قلت له ده لانك مش بتمرن الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك، وشرحت له ان الكارديو فاسكولار سيستم ده هو ببساطه عضله قلبك والاوعيه والشرايين. ببساطه كده هو المسؤول عن ضخ الدم لكل عضلات جسمك، لان العضله عشان تشتغل بكفاءه محتاجه حاجتين، محتاجه جلوكوز اللي هو سكر الدم، وتاني حاجه محتاجه اكسجين، والجلوكوز والاكسجين بيوصلوا للعضله عن طريق الدم، وبالتالي لو ما وصلهاش دم كفايه اللي هو جلوكوز واكسجين مش هتقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها كويس. تعالى بقى نترجم ده على ماتش كوره. تخيل كده انت بتلعب ماتش كوره وعمال تخبط وتزعق وتتزحلق وتشغل عضلات جسمك كلها. دلوقتي الكارديو فاسكولار سيستم ده اللي هو مسؤول قلنا عن ضخ الدم للعضلات محتاج يضخ دم لكل عضلات في نفس الوقت. هيضخ دم بقى للسمانه ولا العضله الخلفيه ولا الاماميه ولا عضله التراي والباي ولا ظهرك ولا القطنيه، كل العضلات دي محتاجه دم في وقت واحد. ساعتها الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك هيهنج، هيقول لك انا مش عارف اعمل ايه، هدي دم لمين ولا لمين. ساعتها هتلاقي ان معظم العضلات مش بيوصل لها دم كفايه لانك مش مدرب الكارديو فاسكولار سيستم على النوع ده من المجهود. كل العضلات دي مره واحده عايزه دم في نفس الوقت، وزي ما قلنا العضله ما وصلهاش دم كفايه يعني جلوكوز واكسجين مش هتقوم بالكفاءه بتاعتها، وبالتالي هتحس انك تعبت وممكن كمان يجي لك اصابه، لانك معود الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك على انه يضخ دم للجزء السفلي بتاعك بس، وانت معوده بكده عن طريق انك بتجري كتير، بتروح ميدان رمل، تقعد تلعب تمارين رجل كتير، خلاص هو اتعود ان هو يضخ دم كتير للجزء السفلي، لكن جسمك العلوي والسفلي في نفس الوقت هيهنج. طب ايه الحل؟ الحل انك لازم تتمرن تمرين يحاكي زي ما قلنا مجهود ماتش الكوره، يعني شغل عضلات جسمك كلها في نفس الوقت. النهارده خليني اقول لك على تمرين هتعمله 4 دقائق بس هيحسن الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك بشكل رهيب، لانه بيشغل عضلات جسمك كلها. تمرين اسمه بيربس. التمرين ده من اصعب التمارين الفتنس على وجه الارض لانه بيشغل عضلات جسمك كلها. جرب تعمل التمرين ده 60 ثانيه هتهنج مش هتقدر، لانه بيشغل عضلات جسمك كلها في نفس الوقت، وده بيدرب الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك على انه يضخ دم لكل العضلات في نفس الوقت، وبالتالي لما تيجي تلعب ماتش وجسمك كله يشتغل هتلاقي الجهاز ده متعود ان هو يضخ دم كل العضلات في نفس الوقت، فبالتالي مش هتتعب. وكمان هيعود الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك عن ان هو يعمل استشفاء وريكفري بسرعه، وده عن طريق انك هتعمل التمرين ده حاجه اسمها سيركت، والسيركت دي انك هتعمل التمرين ده 6 مجاميع. المجموعه عباره عن انك هتلعب التمرين 20 ثانيه وتريح 10 ثواني ورا بعض. اتمنى تكون استفدت حاجه من الفيديو النهارده. لو تعرف حد الفيديو ده هيفيده او بيلعب كوره يا ريت تشيره معاه او تعمل له منشن. السلام عليكم.